خليكي طبيعيه. ايوه. انت متضايقه ليه؟ ليه وشك مكشر كده؟ ايوه بس ممكن تبقى ثانيه؟ ما تبصليش ما تبصليش. بصي هنا. انا مش مصدقه اللي انت بتعمله. لا انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده بصراحه. يعني يوسف سمير يصورك وتقولي كده؟ انت مين قالك ان اقول كده؟ عشان مغرور وشايف نفسك. حاسس بقيمه نفسي مش شايف نفسي. يعني لو احنا بره كان المفروض ادرس تصوير للناس وافتح معرض اعرض فيه صوري، الناس تيجي تتفرج وتدفع فلوس عشان تاخد الصور دي. مش قاعد بصور عيله وشها مستفز بالنسبه لي ومستني بعدها سيكشن اقعد الم فيه درجات عشان انجح. وانت ليه بتسقط؟ وليه ماشي بالطريقه دي اصلا؟ اوكي، اعتبر ده اول سؤال من ال3 اسئله. ماشي. بص يا ستي، انا اعدادي خدتها في سنتين، اولى سنتين، تانية سنتين، وادينا اهو في تالت سنه في تالتة. يعني لو سقطت السنه دي هترفد. يا لهوي، انت ليه بتسقط ده كله؟ ده تاني سؤال. لا ده كماله. هو احنا في محل كشري؟ اضحك. اضحكي عشان دمي خفيف. انجز. انا مش بسقط بمزاجي، انا لو عليا عايز اخلص، بس كل سنه ليها ظروف. يعني في سنه جدتي توفت الله يرحمها، وسنه انا تعبت، وبس. وبقيه السنين بشتغل. انت بتشتغل ايه اصلا؟ ده تالت سؤال. انجز. بصور. ليه يا راجل؟ يعني المفروض اقول لك ايه؟ قولي بتشتغل فين وبتصور ايه؟ شغال فريلانسر، لما الناس بتطلبني بروح اصورهم، بعمل فوتو سيشنز لممثلات، لو عرسان بيتجوزوا، لو بوسترز لفيلم تحت الطلب يعني. طيب وانت ليه بتصور اصلا وقت الدراسه؟ ما توقف لحد ما تخلص. عشان الفلوس، انا بصرف على نفسي. بعدين خلاص انت عديتي 3 اسئله، فدلوقتي قدامك حل من الاتنين. يا اما تيجي معايا اصورك في مكان تاني وساعتها اجاوبك عن اي سؤال انت عايزاه، او خلاص نرجع الجامعه ومالكيش اي اجابه عندي. فكري كويس قبل ما تجاوبي، وقرر انت مين هيكسب، حب استطلاعك ولا عندك معايا. افردي وشك، بطلي كآبة كده، فك ايدك. تعالى كده فوق. حلوة قوي اخر واحدة. بس زي ما انت. ايه اوعي. كفايه. ايه اللي كفايه؟ هما ليه خدوك في العربيه؟ عشان انت تاخدي العجله وانا اصورك ونتعرف على بعض اكتر. ما هي كل دي خطه انا عاملها، مش بسيب اي حاجه للصدفه. الناس دول كانوا تبع رجل اعمال كبير قوي، كان هيتجوز ممثله مشهوره نعرفها، طلبت مني ان انا اعمل لهم فوتو سيشن وصورتهم. بس الظاهر هم خانوا مع بعض، فقرر ان هو كان عايز ياخد الصور. اتخانقوا مع مين؟ مراته الاولانيه، ما هو كان متجوز واحده ووعدها ان هو هيطلقها وبعد كده يتجوزها. وعد مين؟ انت ادبي. دي اسئله ادبي. واعد الممثله المشهوره، نركز. بس فلما اتخانقوا بقى قرر ان هو ياخد الصور دي عشان ما تبتزوش وتساوموا على الصور دي وكده، فخدوني بالشكل ده، خدوا الصور. هو انت مرتبط؟ لا كفايه اسئله. وكفايه صور. ايه ده؟ ايدك والكاميرا بس. ايه؟ كفايه صور. لا مش كفايه صور، لسه فاضل لي صوره. وانا لسه فاضل لي سؤال. قلت لك ايدك والكاميرا. اسالي. مين اهلك؟ وبيعملوا ايه؟ ما تفكك من قسم ديكور، ها ادخلي تصوير. انت ما ردتش عليا على فكره. خلاص بقى ممكن تتكلي على الله عشان ما تاخريش. فكري في اللي قلتهولك. افكر في ايه يا ابني؟ انا شايفك. حاسس ان انا مش شايفه نفسي. مش مهم تشوفي نفسك، المهم انا اشوف ايه. اسمعي الكلام بقى، تعبتيني.
اثبتي عندك، اثبتي عندك، صنم صنم، عايزك صنم كده بس. حلوه قوي دي. مختل. سامعك على فكره. ايوه. ازيك؟ كويس. حضرت السكشن؟ لا ما لحقتش. ولا انا. المهم، عايز اقولك ان البنت اللي قابلتني. وانا مالي؟ يعني ايه انت مالك؟ يعني دي حاجه ما تخصنيش، انا وانت اصحاب وبس. يعني انت مش متضايقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وانا هتضايق ليه بس؟ طيب هشوفك بكره. ما اعرفش. هشوفك بكره. عايزك في حاجه مهمه بجد، ومش هقولك ايه دلوقتي. عايزه تعرفي طبعا. هو انا مش قلت لك عادي؟ يعني عادي، انا مش عايزه اعرف حاجه ما تخصنيش. هاجر، عايزه تعرفي. عينيكي بتلمع دلوقتي. يلا بقى، يلا يلا اقفل عشان ورايا حاجات. سلام، واشوفك بكره برضه. الا ما انا قلت لك. الو. ها، انزمك النهارده هحضر اكيد يعني. زي امبارح؟ بطلي غلاسه، قلت لك حصل لي ظروف وكان لازم ارجع البيت. ماشي يا ستي، انا بفكر اكل، بس انا هقوم اجيب نسكافيه الاول اشربه. اجيب لك حاجه معايا؟ انا بحاول اكرر كل اللي قلناه هو هو. يا ربي مش عايزه حاجه. مساكي. مسكي يا عدل. راجي بقى عشان تعرف انا شايفك ازاي. ظروف. قمر الظروف برضه. بس بقى هما حلوين. حلوين، حلوين. مالك بتقولي بقرف كده ليه؟ انا متاكد ان عمرك في حياتك ما تصورت صور بالجمال والحلاوه دي. هاتي هاتي. يلا بينا. لا يلا بينا فين؟ انا عايزك. طيب انا هسبقك. باي. عايزني في ايه؟ انا عارف ان في حاجات انت مش فاهماها، بس اوعدك ان اوضح لك كل حاجه. لا ما انا مش عايزه افهم. بس انا عايز. مش مهم، مش فارق معايا. اعتبريني زي ما انت بتقولي مختل، واديني من وقتك بس 10 دقايق تسمعيني فيهم مش اكتر. مش احنا عملنا ديل قبل كده عشان نتكلم؟ انا المره دي عايزك تسمعيني من غير اي ديل او اي كذب او اي حاجه تضايقك مني. هو انت ليه بتقول كده؟ على فكره ما فيش بيني وبينك اي حاجه تخليك تقول كل الكلام ده. انت مجرد واحد عادي بتعامل معاه في هاجر، المعرض. انا محتاج اتكلم معاكي بجد. يمكن دي اخر حاجه هطلبها منك. اوعدك بعد كده مش هضايقك ولا ارخم عليكي ولا اي حاجه خالص. وعد. طب ما جت لي فكره، ايه رايك لو تاخد الصور وقصاد نتكلم مع بعض؟ برضه بتعمل ديل صح؟ عندك حق، انا اسف. انت كده ولا كده هتاخدي الصور وبراحتك باللي انت عايزاه. انا هعمل اللي انا عايزاه فعلا. انا كذاب. كذاب. مفيش اي حاجه كنت حقيقي فيها معاكي، ولا اي كلمه كنت صادق فيها خالص. بمعنى؟ مع ان انا عيل زباله وبتاع بنات، وياما وقعت بنات قبل كده كتير، كلهم كانوا بيجوا بمزاجهم عادي يعني. واللي ما كانتش بتيجي بمزاجها كنت بعرف ازاي اوقعها. سهله بالنسبه لي. حتى انت اول مره شفتك فيها كنت عايز اوقعك. قلت ايه يعني، بنت جديده ولسه داخله الكليه
سهل تقع. عقلي قال لي كده، بس انا ليه كنت بخاف منك؟ معرفش ليه كنت دايما بحس انك اقوى مني. انا برضو معرفش ليه لما شفت والدك احترمتك اكتر. برضو معرفش. انت ليه جاي تقولي الكلام ده؟ ولا اعرف. هاجر، انا حقيقي بحس بامان في عينيكي. انا عمري ما حسيته قبل كده. هو انت عايز مني ايه؟ مش عايز حاجه خالص. انا بس يمكن المره دي يعني الصراحه غلبت التحوير اللي جوايا. وبطمن قوي لما بشوفك. انا اول مره احس ان انا عايز ابقى حقيقي، مش كل الشغل اللي انا بعمله، لان انت حقيقيه. بس ما عنديش مشكله في اللي انت قلته امبارح. بس انا عندي. المهم انك ما كملتش كده. احنا فعلا ما ينفعش نعرف بعض تاني. طب ما انا قلت لك كده امبارح، جايه تقعدي معايا ليه؟ عشان اخليك تفكر في حاجه اهم من كلامك واهم مني. انت ليه اصلا تكذب؟ وليه حياتك عباره عن بنات عايز توقعهم فيك وخلاص؟ ايه شكل الحياه دي؟ على فكره انت شكلك كويس وبتحب اللي بتعمله، فبلاش تضر نفسك وتضر اللي حواليك كمان. بص يا يوسف، دور على الحاجه اللي خلتك تبقى كده وغيرها، عشان انت بجد فيك حاجات حلوه. وانت مالك؟ انت جايه توعظيني؟ انا غلطانه. الو. ابويا مات. مش عارفه يا بابا، اول مره اقابل شخص غامض كده بتبقى عايز تساعده وفي نفس الوقت مش طايق تمدله ايدك. انا تايهه، انت ايه رايك؟ مش هقول لك رأيي. انت مش محتاجاه يا هاجر. انت هتعرفي تتصرفي كويس. يعني انت مش زعلان مني ولا خايف عليا؟ لا يا هاجر، مش زعلان. اللي اتكلم بصراحتك دي يا بنتي ما تخافش عليه. انت عاقلة واعية، عمرك ما هتضري نفسك. انا واثق فيك يا هاجر. فيك انت والولد دوت، والقلق بتاعك دوت كبرتك. كبرتني؟ خليتك مسؤولة عن نفسك وعن حريتك. أنا واثق دلوقتي إنك مش ممكن تضري نفسك. بابا بس انا ما حبيتوش، صدقني.
مصدقك. بس لو كنت حبيتيني كنت همنع ده ازاي؟ لا انت غريب قوي يا بابا بصراحه، لخبطتني. ليه يا حبيبي؟ عشان الطبيعي بعد كل اللي انا قلته لك تقول لي ابعدي عنه وتزعق لي. ولو زعقتني وقلت لك ما تكلمنيش تاني، انت عايزه تكلمني هتسمعي كلامي؟ لا طبعا، تكدبي بقى وتحوري، دي اكتر حاجه هتكسرني يا هاجر، انك تكدبي عليا يا حبيبتي. بس انا عمري ما كدبت عليك يا بابا، ده انا حتى يوم ما فكرت اكدب اكرم شافني. وانا خدت عهد بيني وبين نفسي اني ما اكدبش عليك في اي حاجه، واي حاجه اجي اقولها لك مهما كانت. اللي اتعلمتيه من شويه المواقف العبيطه اللي عملتيها زمان دي هيخليك تتعاملي كويس مع الولد ده. انا لما اشوفه في الكليه هعزيه وخلاص. زي ما انت عايز. وكمان مش هدخل التصوير اللي هو بيقول لي عليه ده، انا خليه ديكور زي ما انا. اللي انت عايزاه اعمليه يا هبه. انا مش هقول لك تخشي ايه ما تخشيش ايه، تخشي بقى ديكور، تخشي تصوير، اللي انت عايزاه يا حبيبتي. ايه الراحه اللي انا احس فيها دي؟ حاسه ان انا خدت نفسي كده لما قلت لك كل اللي جوايا. حبيبتي انا مبسوط بك يعني لما اتكلمت معاكي، بس بيني وبينك بقى احنا لازم نحترم نفسنا احنا الاتنين ونقوم نلحق امك قبل ما تاكل دراع الست اللي هيتجوزها جابر. او هتلاقي ماما سخنت ام تعبير وضربت عمو جابر والبنت اللي معايا. هو اسمه ايه؟ هو مين؟ اه يوسف سمير. لا، هاجر عبد الحميد منصور جد الله احلى طبعا. اه